السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض الدرس التاني معانا في الوحدة الثالثة، وهو الحرف التراثية. الحرف التراثية يعني إيه؟ هنتعرف مع بعض النهاردة. هنعرف إيه هي الحرف التراثية اللي كانت موجودة عندنا. هنعرف أنواع كمان الحرف والصناعات التراثية اللي موجودة في مصر. كمان هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم النهارده على اهميه الحرف التراثيه، ونبدا بقى نتعرف على المدن اللي موجوده معانا في درسنا النهارده. نبدا يلا مع بعض ونشوف كمان مظاهر اهتمام الدوله باحياء الحرف التراثيه. نبدا مع بعض يلا الدرس بسم الله. بس يا ريت لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا منه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا معاكم. نبدأ درسنا بسم الله. الحرف التراثية. يعني ايه الحرف التراثية؟ حرفة يعني زي ما نقول شغلانة، الشغل اللي كان بيشتغلوا المصريين زمان. تراثي يعني من قديم. يبقى الحرف التراثية هي الشغلانات اللي كان بيشتغلها المصريين منذ القدم، يعني من زمان، حاجة في القديمة كده. طيب، الحرف القديمة أو الحرف اليدوية التراثية دي يعني إيه؟ ديت يعني الشغلانات، الحاجة اللي كان بيشتغلها المصريين بس بإيديهم، يدوية يعني بإيديهم، ما كانوش بيشتغلوا مثلا بيها في المصانع أو مع المكن. لا، كانوا بيعملوا شغل أو بيعملوا حرف كده، حرفة أو شغلة بيعملوها بإيديهم. فبنقول على الحرف اليدوية التراثية منذ القدم. مصر عندنا اشتهرت بصناعة أو بصناعها المهرة، صناعها المهرة الذين أبدعوا في العديد من الحرف. يعني إيه؟ يعني مصر عندنا كانت زمان موجود فيها كده أمهر الصناع اللي بيقدروا يصنعوا حاجات كتيرة جدا جدا. بيصنعوها بإيه؟ بيصنعوها بإيديهم. يبقى مصر بلدنا اشتهرت إن كان فيها صناع مهرة. صناع مهرة يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا يشتغلوا الشغلانة دي بإيديهم كويس جدا جدا، يعني كانوا شاطرين. مهرة يعني كانوا شاطرين. شاطرين في ايه؟ شاطرين في الحرف او في الشغل اللي كانوا بيشتغلوه بايديهم. زي عندنا صناعة الزجاج، صناعة الخيامية، والفخار، والسجاد اليدوي، والمشغولات الذهبية والنحاسية، والتطريز وغيرها. كل ديت مالها؟ كل دي حرف او شغلانات كان بيشتغلها القدماء او بيشتغلها المصريين زمان، بس كانوا بيشتغلوها بايديهم. يعني ولا كان بيشتغلوها في المصانع ولا بمكن ولا اي حاجة، كانوا بيستخدموها بايديهم. تمام كده؟ فبنقول عليها الحرف اليدوية التراثية. حرف يدوية تراثية يعني الشغل اللي كان بيشتغله المصريين، امهر المصريين او امهر الصناع او اشطر صناع كانوا بيشتغلوهم بايديهم. زي عندنا صناعة الزجاج، الخيامية، الفخار، السجاد اليدوي، المشغولات الذهبية والنحاسية، وكمان التطريز. الشغلانات ديت او الحرف دي موجودة لحد دلوقتي في صناع كتير جدا، او في صناع شاطرين جدا بيصنعوها. طب حد يقول لي هي الحرف دي موجودة فين او نشوفها فين لو عايزين نتعرف عليها؟ هناخد بعضنا كده ونروح مكان اسمه النوبة. النوبة، ايوه، مكان النوبة ده تابع لمحافظة اسوان، ده موجود في جنوب مصر. النوبة ديت او اللي تابعة لمحافظة اسوان مالها يا ولاد؟ دي من اشهر المناطق اللي بتوجد بها اشكال الحرف التراثية. من اشهر الاماكن اللي فيها الحرف التراثية او الشغلانات القديمة اللي موجودة لحد دلوقتي موجودة في النوبة. طب موجودة في النوبة، نزلنا محافظة أسوان ورحنا منطقة النوبة اللي موجودة هناك، هنلاقي أشكال حرف كتيرة جدا وجميلة جدا جدا تراثية. يعني أشكال حرف أو شغلانات عندنا اشتغلوها بإيديهم. طب زي إيه؟ زي لو نزلنا النوبة هنلاقي الأطباق والسلال الملونة، هنلاقي أطباق كده والسلال اللي هي السلة اللي بيتحط فيها الإيه؟ بيحطوا بقى فيها خبز، بيحطوا فيها حاجات زي كده. ديت مصنعينها من إيه؟ مصنعينها من الخوص. الخوص ده بيبقى جايبينه من اوراق النخيل. عارفين النخيل كده بيبقى في الورق بتاعه الاخضر ده، بيجيبوه بيصنعوا منه ايه؟ بيصنعوا منه بقى اطباق ملونه وسلالات اللي هي السله، زي الحاجات اللي هي متعلقه دي. يحطوا بقى فيها ايه؟ يحطوا فيها مثلا عيش، يحطوا فيها فاكهه، يحطوا فيها خضار، فبتبقى ملونه وشكلها حلو جدا جدا.
كمان بيصنعوا بايديهم ايه؟ بيصنعوا بايديهم كمان القلة دي اللي هي بتبقى من الفخار، فبيحطوا فيها بقى، بتبقى مصنعة كده، بيحطوا فيها المية، والمية بقى بتبقى طعمها حلو جدا فبيشربوا منها. يبقى القلة برضو بيصنعوها في النوبة. بتصنع من ايه؟ بتصنع من الفخار. طب بيستخدموها القلة دي في ايه؟ انه بيحطوا فيها مية، بيحفظوا فيها المية، فالمية بتبقى باردة كده وبتبقى جميلة بيشربوا منها. اهي دي القله اهي، شايفين؟ هي دي القله بيحطوا فيها كده الميه ويقعدوا يشربوا منها. كمان السجاد اليدوي، السجاد اليدوي شايفين البتاع اللي عامل زي البلاط ده سجاد يدوي. ده سجاده كده بيفرشوها، يقعدوا عليها او يفرشوها في الارض، بس بيصنعوها بايديهم، بيقعدوا بقى يصنعوها بايديهم على النول اليدوي برسوماتها البديعه. نول يدوي يعني ايه؟ يعني عباره عن حاجه خشب كده، زي حاجه خشب من هنا ومن هنا كده، وبيبقى فيها بقى خيط كتير، خيط كتير، خيط كتير، ويقعدوا بقى واحد يفضل واقف بقى هنا كده ويقعد بقى يصنع ايه؟ يصنع في السجاد بقى على الخيط ده، فبيقعد يشتغلوا بايديه. ده بنقول عليه النول. بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه النول اللي بيتصنع منه السجاد اليدوي. كل ده موجود فين؟ كل ده موجود عندنا في النوبة. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه في درسنا؟ بدأنا ان احنا قلنا ان بلدنا مصر فيها كتير جدا جدا من ايه؟ كتير جدا جدا من الصناعات او من الحرف او الشغلانات اليدوية اللي بيتم الناس بتشتغلها كده، او الصناع امهر الصناع الشاطرين كده بيصنعوها بايديهم. فديت كانت قديمة جدا، الشغلانات دي قديمة جدا، بس لحد دلوقتي ما زالت موجودة. قلنا زي صناعة الزجاج، الخيامية، الفخار، السجاد اليدوي، المشغولات الذهبية والنحاسية، وكمان التطريز. طب قلنا لو احنا عايزين بقى نشوف الحاجات دي كلها نروح فين؟ قلنا نروح النوبة. فين النوبة دي يا ميس؟ النوبة دي موجودة في محافظة أسوان جنوب مصر. بنروح هناك بقى، أول ما بندخل كده النوبة بنلاقي الزخارف كده الملونة، والبيوت جميلة كده متلونة وعليها رسومات حلوة جدا جدا بألوان مبهجة جميلة جدا. فطبعا بنتفرج ديت مش هتلاقوها في بيوتنا أو في بيوت تانية، مش موجودة غير في النوبة، الأشكال الجميلة. وكمان بنلاقي حرف تراثية. حرف تراثية يعني شغلانات بيشتغلوها بإيديهم، كانت قديمة الشغلانات دي وموجودة لحد دلوقتي. زي ايه؟ زي الأطباق والسلال الملونة، طبق كده من الخوص كده ملون شكله جميل، أو سلة، سلة كده بتبقى موجودة جميلة كده بايه؟ بيصنعوها برضو من ايه؟ بيصنعوها من الخوص. طب بيصنعوا الخوص ده بيجيبوه من ايه؟ بيجيبوه من اوراق النخيل، بيجيبوا الورق بتاع النخيل كده ويبداوا يصنعوا منه الاطباق والسلال الملونه. كمان القله دي بنصنعها من ايه؟ بيصنعوها من الفخار. طب بيصنعوها ليه؟ بيحطوا فيها ميه كده، بتفضل الميه دي بارده وطعمها حلو جدا، بيشربوا منها. كمان بيعملوا ايه؟ كمان هنلاقي او بنشوف كده بيصنعوا السجاد اليدوي. السجاد اليدوي كده، السجاد اللي احنا بنفرشه ده، بس بقى في السجاد اليدوي اللي عليه رسومات جميلة ومبدعة، دولت بيصنعوهم برضو بايديهم على حاجة اسمها النول اليدوي. النول اليدوي ده زي ما قلت عبارة عن حاجة كده عاملينها بخشبة من هنا وخشبة من هنا ومن فوق ومن تحت، وفيها كده هنا ايه؟ فيها هنا فتل كتير بقى، فتل 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 كتير، فبيبدأوا بقى يصنعوا منها الايه؟ السجاد اليدوي. تمام كده. كمان هنجد العديد من الحرف ديت موجودة، او الشغلانات دي موجودة في المعارض الوطنية. زي في معرض كده اسمه تراثنا الوطني. تراثنا الوطني ده بيلاقي فيه حرف كتير جدا، ايه؟ بتكون حرف وصناعات قديمة او شغلانات قديمة. طيب هنا بنقول اضف لمعلوماتك، معرض تراثنا من اكبر المعارض، ده من اكبر المعارض المختصة في مجال الحرف التراثية اليدوية. يعني ده اكبر معارض موجود فيها حرف او شغلانات تراثية، يعني شغلانات قديمة موجودة لحد دلوقتي وبيشتغلوها بايديهم. بيقام المعرض ده فين؟ برعاية رئيس الجمهورية وجهاز تنمية المشروعات. طب احنا فوق اتكلمنا عن مجموعة كده من او اشهر كده مجموعة من الحرف، زي ما قلنا الزجاج والخيامية والفخار والسجاد اليدوي والمشغولات الذهبية والنحاسية والتضريز. خيامية يعني ايه؟ احنا مش عارفين الخيامية. برضو تعالوا بقى نتعرف على الخيامية، نتعرف على صناعة الفخار، كمان نتعرف على السجاد اليدوي، ونتعرف على الزجاج، نتعرف كده على شوية صناعات موجودة عندنا. تعالوا بقى نشوف كده، يبقى هي ما هي انواع، او ناخد كده مجموعة من انواع الحرف والصناعات التراثية في مصر.
نشوف مجموعة من الحرف كده. عندنا أول حرفة صناعة الفخار. صناعة الفخار دي من أقدم الصناعات اليدوية التي تعتمد على الإبداع والإحساس الفني للصانع، الذي يشكل طين الفخار بيده ثم يتركه ليجف ويضعه في فرن خاص. طيب يعني ايه برضو؟ صناعة الفخار دي من اقدم الصناعات اليدوية، اقدم صناعة كده من ضمن الصناعات القديمة جدا جدا اليدوية اللي بتتعمل بالايد، تعتمد على ان اللي بيجي يمسك كده الصناعة دي او يجي يعملها بيبدأ يحس كده، او مبدع ايديه كده هو بيعملها بيبقى مبدع فيها، او حاسس ازاي بيشكل الطين. بيجيب الطين كده او الطين الفخار ده ويبدأ بقى يعمله بايديه كده، يشكله بايديه مثلا شكل قلة، شكل طاجن، اي اشكال هو عايز يعملها من الفخار. يفضل يلف فيها كده، يلف لحد ما بيوصل للشكل اللي هو عايزه بايديه كده. وبعد ما يخلص الشكل بيعمل ايه بقى؟ بياخد الشكل اللي عمله بايديه من الطين ده بيحطه في الشمس عشان يجف. يجف يعني ايه؟ عشان ينشف. لما يحطه في الشمس ينشف بقى كده، ايه اللي بيحصل؟ انه واخده بقى وحطه في فرن خاص، في فرن كده خاص متخصص بس ليه صناعة الفخار، بيتحط فيه الفخار بقى في الفرن كده، يبدأ بقى عشان يبقى ايه؟ الفخار يبقى جامد وبيبقى قوي. طب لو حد يقولي طب يا ميس انا عايزه اشتري حاجات زي القله او الحاجات الفخاريه دي، او عايزه اشوفها فين؟ روحوا اي قريه مصريه في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا صناعه الفخار دي. يبقى صناعه الفخار دي موجوده فين؟ موجوده في كل القرى المصريه، اي قريه مصريه في مصر هتلاقوا فيها صناعه الفخار اللي بتتصنع بالايه؟ بالطين وبالايد. الصانع الماهر كده او الشاطر يفضل يصنعها بايديه كده من الطين لحد ما يوصل للشكل اللي هو عايزه. لما يخلصوا قلنا بيحطوا في الشمس ينشف، ولما ينشف بيحطوا في فرن خاص. ده بالنسبة لصناعة الفخار. ايه كمان؟ نقول صناعة النسيج والسجاد اليدوي. النسيج والسجاد اليدوي ده من الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وبيستخدم العمال معرفتهم الموروثة ومواهبهم الفنية لإنتاج منسوجات مطرزة، مستخدمين بعض الخامات زي الكتان والقطن والصوف والحرير. يعني ايه؟ يعني عندنا صناعة النسيج والسجاد اليدوي ده في منظمة عالمية اسمها منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو ديت قالت ان صناعة النسيج والسجاد اليدوي ده من التراث العالمي، او من الصناعات القديمة جدا اللي حطوها، او من الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي، حطوها كده من ضمن الشغلانات القديمة العالمية، يعني حاجة كويسة ومهمة جدا جدا. والعمال بيستخدموا معرفتهم الموروثة ومواهبهم الفنية فيها، بيقعدوا بقى يستخدموا مواهبهم فيها لإنتاج ايه بقى؟ لإنتاج منسوجات مطرزة. بياخدوا بقى المنسوجات ديت بينتجوا او بيصنعوا كده منسوجات مطرزة، بيستخدموا فيها ايه؟ لا اما بيستخدموها فيها مثلا عشان يصنعوها بيستخدموا الكتان، بيستخدموا القطن، الصوف اللي هو جلود الحيوانات، الحرير. كل ده بياخدوا الخامات ديت ويصنعوا بيها ايه؟ بيصنعوا بيها المنسوجات المطرزة، او بيصنعوا بيها السجاد والنسيج، او السجاد اليدوي والنسيج. فمنظمة اليونسكو ديت قالت ان صناعة النسيج والسجاد اليدوي ده من الحرف القديمة المهمة جدا جدا، عشان كده حطوها في قائمة التراث العالمي. طب لو احنا عايزين نشوف السجاد اليدوي ده نتفرج عليه او نشتري منه، نروح فين؟ نروح قرية اسمها قرية الحرانية. فين قرية الحرانية دي؟ دي موجودة عندنا في محافظة الجيزة. قرية الحرانية دي موجودة في الجيزة، دي من اهم او من اماكن تركز صناعة السجاد والنسيج اليدوي. وطبعا لما نروح هناك هنلاقي هناك بقى آلاف السياح اللي جايين بقى مبسوطين جدا وعارفين ان الصناعة دي مميزة جدا جدا، فبيجوا لها آلاف السياح بيروحوا يتفرجوا على الصناعة دي. كمان عندنا صناعة الخيامية. صناعة الخيامية ديت من الحرف اليدوية اللي بيستخدم فيها صانع الإبرة والخيط لعمل الخيام وإنتاج قطع فنية. يعني إيه؟ يعني ديت حرف كده شغلانات يدوية، الصانع اللي بيصنعها بيستخدم فيها الإبرة والخيط، ياخد الإبرة والخيط ويقعد بقى يصنع فيها، بيعمل فيها الخيامية وبينتج قطع كده ايه فنية شكلها جميل جدا. يقعد الصانع بقى بالإبرة والخيط ده يصنع لك حاجات جميلة جدا 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 في القماش الخيامية ده، وبينتج قطع فنية جميلة، يرسم لك بقى عليها رسومات واشكال وحروف واسامي بالالوان جميلة جدا ومبدعة.
طب لو انا عايز قماش الخيامية ده، او عايز قطع من ايه، من الحاجات اللي هي صناعة الخيامية دي، بروح اجيبها منين او اشوفها فين؟ دي موجودة في مكان اسمه شارع الخيامية مصر، يعني باسمها. شارع الخيامية ده موجود في منطقة الازهر في القاهرة. يبقى لو انا عايز اروح اجيب خيامية وقماش الخيامية ده، او قطع المتصنعة بطريقة الخيامية بالإبرة والخيط بطريقة مبدعة وعليها أشكال ورسومات ملونة جميلة جدا، يبقى نروح شارع اسمه الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. رابع ما عندنا صناعة أو حرفة، وهي صناعة الزجاج. صناعة الزجاج أو حرفة الزجاج دي من الصناعات القديمة، دي صناعة قديمة جدا. بيبدع الصانع او اللي بيشتغلها كده في صناعة الزجاج وزخرفتها في العديد من الاماكن. يبقى كده صناعة الزجاج الازاز كده اللي احنا عندنا ده من الصناعات القديمة جدا. الصناعات دي بيبدع فيها الصانع اللي بيقعد يصنع فيه او بيشتغل كده في صناعة الزجاج، بيعمل زخرفة وبيعمل اشكال وانواع كتير جدا وحلوة جدا جدا في العديد من الاماكن. طب موجودة فين صناعة الزجاج دي؟ دي موجودة عندنا في قرية اسمها قرية جراح، دي موجودة في محافظة الدقهلية. يبقى دي صناعة الزجاج، وقلنا دي من الصناعات القديمة جدا. يبقى دي بعض انواع الحرف والصناعات التراثية في مصر. عندنا زي حرفة قلنا او صناعة ايه، صناعة الفخار، صناعة النسيج والسجاد اليدوي، عندنا الخيامية، عندنا كمان صناعة الزجاج. طب حد يقول لي، هي الحرف التراثية او الشغلانات القديمة دي حاجة مهمة؟ اه طبعا دي مهمة جدا جدا جدا. ليه الشغلانات او الحرف اللي هي القديمة دي مهمة جدا عندنا؟ لان هي بتدعم الاقتصاد المصري، بتدعم اقتصاد مصري. ايوه، الاقتصاد المصري ده، مش احنا لما قلنا الشغلانات دي او الحرف دي لما بتيجي تتصنع ساعات بيجي لها سياح من كل انحاء العالم، بيجوا كده بيتفرجوا وبيشتروا منها، صح كده؟ لان هم مش عندهم الشغلانات دي موجودة في مصر. فطبعا كده بتدخل لمصر فلوس، وبتدخل لمصر ايه، بتدخلها عملة إيه اجنبية. فطبعا ده بيساعد على اقتصاد مصر، او بيدخل لمصر فلوس كتيرة جدا عن طريق السياح دول. بس كده لا، ده طبعا كمان عندنا ان الحرف التراثية دي بتوفر فرص عمل للشباب. اي شاب كده مش لاقي شغلانه ممكن يروح الاماكن اللي فيها الحرف التراثيه دي او الشغلانات دي، ويفضل يتعلم بقى فيها وياخد خبره منها، ويقعد وكمان يصنع مع الصناع الشاطرين او الصناع المهره الموجودين هناك. كمان بتدعم السياحه المستدامه عن طريق شراء السياح ومنتجات الحرف، او شراء السياح منتجات الحرف التراثيه. السياح عندنا بيبقوا مستديمين، يعني دايمين كده على طول بييجوا مصر كتير جدا عشان يشتروا الحرف التراثية او منتجات الحرف التراثية دي، لان زي ما قلنا مش موجودة عندهم الحرف دي او الشغلانات دي. فبييجوا بقى على طول سياحة، على طول لما بييجوا بقى تلاقوهم على طول كده ينزلوا الاماكن دي وبيشتروا منها الحاجات او الحرف اللي بتتصنع بالايد، الحاجات القديمة. كمان حماية البيئة عن طريق استخدام بعض المخلفات في صناعة بعض الحرف اليدوية. ازاي حماية البيئة؟ لان الحرفة دي او الشغلانات دي بتتصنع عن طريق الايد، بنصنعها بالايد كده، يعني مفيش مصانع بتشتغل فبتطلع لنا بقى دخان وبتطلع لنا او بتعمل بقى وقود والحاجات دي. لا، ده بيشتغلوها بايديهم كده، فطبعا دي بتبقى حماية للبيئة. كمان بياخدوا المخلفات بيصنعوا منها، زي ما قلنا مثلا اللي هو الخوذ، اللي هو ورق النخيل ده، بياخدوه بدل ما بيترمي بياخدوه بقى يقعدوا يصنعوه ويطلعوا منه اشكال جميلة جدا. فديت من اهم او اهمية الحرف التراثية. يبقى تاني، اهمية الحرف التراثية قلنا بتدعم التراث، او الحرف التراثية دي بتدعم الاقتصاد المصري، بتوفر فرص عمل للشباب، بتدعم السياحة المستدامة اللي على طول موجودة عن طريق ايه؟ عن طريق شراء السياحة او شراء السياح منتجات الحرف التراثية. حماية البيئة، انها بتحمي البيئة ازاي؟ عن طريق ان هي بتستخدم بعض المخلفات في صناعة بعض الحرف اليدوية. طيب، ايه هي بقى مظاهر اهتمام الدولة باحياء الحرف اليدوية التراثية؟ الدولة بتعمل ايه عشان بتهتم كده، تبان انها بتهتم بان الحرف دي تفضل على طول موجودة ما تنقرضش؟ يعني مثلا ايه، مش بتبقى مثلا حد يصنعها وخلاص يزهق منها ويسيبها، لا، الدولة تعمل ايه عشان تهتم بان الحرف دي تفضل موجودة دايما دايما دايما؟ الدولة عندنا بتراعي مصالح العمال، بتشوف العمال عايزين ايه وبتعمله لهم.
تراعي مصالحهم. كمان بتعمل إعداد برامج تدريبية لتعليمها أو تعليمهم المهارات الخاصة ببعض الحرف. الدولة عملت برامج تدريبية لتعليم المهارات الخاصة. يعني ايه؟ عملت دولة كده برامج، اي حد عايز يتعلم المهارات او الحرف دي بيروح البرامج دي اللي هي بتدربه ازاي وتعلمه ازاي يبدأ يشتغل في الحرف دي. كمان عملت تسويق المنتجات من خلال المهرجانات والاحتفالات. الدولة كده عملت مهرجانات واحتفالات سنوية كل سنة، زي عندنا معرض اسمه معرض تراثنا. معرض تراثنا ده أقيم في القاهرة عام 2020. ده بيعمل ايه؟ بيعمل الدولة بتعمل مهرجان كده او معرض كبير، فبتجيب الحرفيين او الصناع اللي بدأوا يصنعوا في الحاجات او الحرف القديمة دي او التراثية، ويبدأوا يحطوها بقى في المعارض. فاحنا بقى نروح المعارض ديت او المعرض ده، نقعد بقى نتفرج على الحرف اللي عملوها والشغل اللي عاملينه، ونشوف بقى اشكاله الجميلة واللي مش موجودة غير موجودة عندنا وبس. كمان الدولة عملت ايه؟ عملت مدن متخصصة لبعض الصناعات. الدولة انشأت كده مدن متخصصة لبعض الصناعات التراثية القديمة، زي عندنا مدينة اسمها مدينة الجلود في الروبيكي. مدينة الجلود في الروبيكي دي، المدينة دي موجودة فين؟ مدينة الجلود دي موجودة عندنا في مدينة بدر في القاهرة. يبقى تاني، الدولة عملت ايه عشان تبين اهتمامها بإحياء الحرف التراثية اليدوية التراثية؟ راعت مصالح العمال، شافت العمال محتاجين ايه وبدأت تجيبه لهم. كمان ان هي بدأت تعد برامج تدريبية تعلمهم المهارات الخاصة ببعض الحرف. كمان بدأت تعمل مهرجانات واحتفالات ومعارض، ان هي بدأت تجيب كده العمال واللي هم صنعوا الحاجات دي يحطوها في المعارض ويعرضوها، والناس تروح تشوفها وتتفرج عليها، زي معرض اسمه معرض تراثنا للحرف اليدوية، وده أقيم في القاهرة عام 2020. كمان الدولة أنشأت مدن متخصصة لبعض الصناعات، زي مدينة الجلود اللي موجودة في الروبيكي. مدينة الروبيكي بقى تعالوا نتكلم عنها شوية كده. مدينة الروبيكي دي موجودة في مدينة بدر في القاهرة. دي بتصنع ايه؟ بتصنع الجلود او بتشجع على تصنيع الجلود، وبتضم المدينة مناطق لإنتاج وفحص منتجات الجلود للتأكد من جودتها. الدولة كده أنشأت مدينة الجلود اللي هي في الروبيكي. فالمدينة دي موجودة فين؟ موجودة في مدينة بدر في القاهرة. المدينة دي بتعمل ايه؟ دي بتشجع على صناعة الجلود. بتعمل ايه؟ على صناعة الجلود. الجلد ده بيبقى بأشكاله بألوانه. كمان بيبقى في مناطق كده متخصصة لإنتاج الفحوصات منتجات الجلود، بتتأكد كده الجلود دي كويسة، جودتها كويسة ولا جودتها مش كويسة. فبيبقى في مناطق بتفحص الجلود اللي بيتم تصنيعها، بيتأكدوا من جودتها، يعني بيتأكدوا اذا كانت كويسة ولا لا. طب ايه هي أهمية صناعة الجلود؟ الجلود دي عندنا من أهم الحرف اليدوية. دي من أهم الشغلانات اليدوية اللي بتتعمل بالإيد. إزاي؟ حيث إن هي زادت أو ساهمت في ازدهار الاقتصاد المصري. الجلود ديت أو حرفة الجلود أو الحرفة اليدوية اللي بتتعمل بالإيد دي من أهم الحرف، أهم الشغلانات اللي موجودة عندنا. إزاي؟ هنقوله لأنها ساهمت في ازدهار الاقتصاد المصري، بقى في ازدهار كده في الاقتصاد المصري. طيب، كمان عندنا الدورات التدريبية للصناع. الدولة كان بيبقى فيه دورات تدريبية بيشارك فيها الصناع اللي بيصنعوا الحرف دي او حرفة الجلود دي في ورش عمل. بيجيبوا لهم ورش عمل كده لعمل هذه الحرفة، وطبعا ده بيساعد في الحفاظ على مستوى عالي لجودة المنتجات. يعني بيجيبوا الصناع كده بيبدأوا ان هم يبقوا حرفيين وشاطرين جدا جدا، فطبعا بيساعد ده على ان مستوى الجودة بيكون كويس، او المنتج اللي بيطلعوه او بيصنعوه بيكون كويس جدا. كمان مدينة الروبيكي دي مدينة صديقة للبيئة. صديقة للبيئة ازاي؟ صديقة للبيئة لان هم بيعملوا اعادة تكرير مياه الصرف الصحي، وبيستخدموها في ري الاشجار الموجودة بالقرب من هذه المدينة. يعني ايه؟ يعني المدينة دي المية او الصرف الصحي اللي بيخرج بقى من صناعة الجلود وكل ده مش بيرموها، لا، بياخدوا مية الصرف الصحي دي ويعملوا اعادة تكرير، يعني بينضفوها كده، وياخدوا المية اللي بينضفوها دي ويروحوا يعملوها ايه؟ بان هم بيستخدموها ان هم بيرووا بيها الاشجار الموجودة بالقرب من هذه المدينة. يبقى كده مدينة صديقة للبيئة.
كمان منتج او متحف المنتجات الجلدية، كان في كده متحف بيعرضوا فيه الجلود اللي بيتم تصنيعها، فبيقع في مدينة الجلود اللي هي الجلود بالروبيكي كده في متحف موجود للمنتجات الجلدية. المنتجات اللي بتطلع دي موجودة في المتحف، وطبعا ده بيضم المتحف ايه، بيضم مراحل تطور صناعة الجلود في مصر عبر العصور. يعني كده بيبقى موجود ان صناعة الجلود دي عبر العصور من قديم الازل، عمالين كل ما تبدأ تتطور فيها حاجة تبقى جديدة، فبيبدأوا يحطوها في المتحف ده بحيث تبقى ايه، بحيث ان هي تبقى بتضم مراحل التصنيع او مراحل التطور في صناعة الجلود. كده خلاص خلصنا درسنا النهاردة، ان شاء الله نبقى نحل الاسئلة، وبرضو لو عندكم اي سؤال اكتبوهولي في التعليقات وانا باذن الله هجاوبكم عليه. اتمنى ليكم التوفيق واتمنى ليكم النجاح. مع السلامة، في حفظ الله وفي رعايته.